اخترنا لكم أعزائي المشاهدين لفقرة فكر فن هذا اليوم بعضا من لوحات الفنان التشكيلي دلاور عمر، وهو من مواليد مدينة ديريك 1986. بدأ الرسم كهواية منذ نعومة أظفاره، ثم تطور حب اللوحة لديه إلى علاقة غرام وشوق، تناغم وانسجام، فدأب على تصقيل موهبته بدراسة وتأمل للوحات الكبار العالميين والمحليين، حيث أنتج فيما بعد لوحات ذات قصص ثائرة دائمة البحث عن الحقيقة، دائمة البحث عن المظلومين أينما كانوا. فلا عجب أن يعتبر أحد الأساتذة مجموعة من لوحاته كمنظمة حقوقية متحركة تهتم بحقوق الإنسان أو بحقوق المرأة. لنشاهد سوية بعضا من إبداعاته.